سيناريوهات كرة القدم الغلسة. الأهلي بيتغلب من بالميراس 2-0 بنفس أسلوب المباراة الأولانية قدام انتر ميامي. الأهلي بيستحوذ الشوط الأولاني ما بيعرفش يدخل أجوال. الشوط الثاني الأهلي بيفقد السيطرة، بس المرة دي بقى بيدخل فيه جونين. هدف عكسي من وسام فتح الطريق. هدف تاني مفيش تركيز من اللعيبة، في هجمه مرتده بيلعبوا عليها مش من الماتش بتاع الاهلي بقى، لا ده بيلعبوا عليها من ماتش بورتو. يعني هم بيلعبوا على الهجمه المرتده اصلا من ماتش بورتو. وفاول مفيش حد واقف اصلا، وفاول اتلعب غلط واتبصى يعني فاول في كل حاجه مشيت غلط بصراحه. هدف تاني بعد كده الماتش يقف. 4 تغييرات، لعيبه زي ما تقول دخلت اوضه اللبس خرجت فاقده الامل من المباراه حتى بالتغييرات. يعني تقريبا كمان الامل فقدوه ساعه ما دخل اوضه اللبس، بالرغم ان هم حاجه غريبه. يعني المفروض انت داخل هتريح وتخرج اكنك خسران الشوط الاولاني 2-0 عادي يعني. لا، خرجوا زهقانين. يعني هم خرجوا زهقانين، وبرضه كالعادة المدرب لسه مش حافظ اللعيبة، ففي حاجات غريبة حصلت في التغييرات برضه مش عارف. المهم بقى ان في السيناريوهات التانية الغلسة، تكملة السيناريوهات، ان ميامي اللي اصلا ما كانش مرشح انه هيصعد من المجموعة بقى دلوقتي مرشح قوي انه هيصعد. ومن السيناريوهات الغلسة ميامي هيقابل بالميراس، الاتنين يكفيهم التعادل عشان يصعدوا. 4 بونت و4 بونت، الاتنين عايزين يصعدوا. الاهلي هيقابل بورتو، الاتنين عندهم نقطة واحدة. يعني لازم واحد فيهم يفوز على امل ان اي فريق في الناحية التانية يفوز. يعني سيناريو غريب وغلس. الاهلي اصلا كنا بطلنا نفكر في المواضيع دي من زمان. يعني هي اخر حاجة كنا بنفكر فيها في المجموعات ساعة مجموعات افريقيا، بطولة افريقيا، واحنا بطلنا نخش في السيناريو دي من زمان. يعني بتبقى عارف في اخر ماتش هتصعد اول هتصعد تاني، لكن السيناريوهات ان الفرقة اللي دي هتقابل وتغلب وتعمل، كان اخر سيناريو يوم ضربة الجزاء بتاعت الهلال اللي ضاعت. لكن غير كده الاهلي كان يا صاعد يا اول يا تاني. لكن غير كده بامانه سيناريو غلس. ومش عارف بصراحه الحكم اللعيبه والمدرب هيتغلبوا على السيناريو ده ازاي. هتنزل تلعب وتكسب، الناحيه التانيه فرقتين يكفيهم التعادل. قدر الله حتى لو انت ربنا رايد ان انت فزت، تبص تلاقي الناحيه التانيه هما الاتنين تعادلوا وصعدوا. ولكن الامل لسه موجود. الامل لسه موجود. حسابات الكره لسه ما بتقوله كده. حسابات الكره لسه بتقول ان الاهلي ممكن يصعد برضو عادي، ما فيش مشكله. هل يبتسم المونديال للاهلي؟ وفي الحاله ديت، في حاله صعود الاهلي، يبقى كده هيصعد كمان تاني. يعني هيلبس في باريس سان جيرمان. شوف الاول المباراه الاخيره وبعدين نشوف هنقابل باريس سان جيرمان ولا هنرجع، الفريق هيرجع على مصر. هارد لاك بجد. وسيناريو غلس، سيناريو غلس وبجد ما كنتش اتمناه. يعني انا كان عندي الفرقتين يتعادلوا احسن حتى من بورتو يغلب. يعني بالنتيجه اللي هي كانت لسه 1-1 كنت اتمنى ان المباراه تفضل 1-1. لكن ميامي يغلب. سيناريو غلس قوي قوي قوي. لعبت الاهلي في المباراه بمنتهى الصراحه والامانه. لا، المباراه الاولانيه كانت احسن، حتى الشق الهجومي كان احسن، سواء في الشوط الاولاني او الشوط الثاني. الشوط الاولاني الاهلي كان ماسك كوره وكل حاجه حاول يوصل للجون، بس ما كانش فيه تاثير، ما كانش فيه فعاليه زي المباراه الاولانيه. يعني الناس كلها بتبدا المباراه الاولانيه بان هي تبقى خايفه متوتره مهزوزه تتحسن في المباراه الثانيه، لكن لا، بصراحه ما حصلش كده. السيناريو ده بيفكرني بمصر في روسيا. مصر كانت متالقه في المباراه الاولانيه، الماتشين التانيين هوب خسرنا وصعد وخرجنا من البطوله. برضو كنا رايحين على امل ان احنا هنصعد من المجموعه وفي امل معانا والكلام ده كله. مش عارف، امل يظهر ماتت بقى في موضوع المجموعات دوت مش ماشي مع الاهلي. انا بلتمس العذر للعيبه
وللمدرب بصراحه، يعني انا بلتمس لهم العذر. انا بامانه كنت اتمنى وجود اللاعيبه الجديده والصفقات الجديده في وجود عماد النحاس بمنتهى الصراحه والامانه. لكن مدرب جديد مع اول ماتش وبطوله، مفروض هنقول ان هي بطوله كبيره وجديده، فانت عايز تحقق فيها نتائج مع مدرب جديد. دي كانت يعني ايه تجربه وكده، يا انت وحظك، يا صابت يا اتنين عور زي ما احنا بنقول. لكن هي لغايه دلوقتي هي اتنين عور بصراحه. يعني هي لغايه دلوقتي احنا عملنا ماتش حلو بس ما فيش نتائج. مع الاسف بقى البطوله ديت مش عايزه، انت عايزه تجيب نقط، مش بقى تعادلت تلعب ضربات جزاء، لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده مع الاسف الشديد. على العموم هارد لك الاهلي في مباراه النهارده، هزيمه بالمراس 2-0. يا رب يا رب السيناريو الغلس اللي انا قلت عليه دوت ما يحصلش، فرقتين ما ينزلوش عشان ضامنين التعادل، فضامنين ان هما الاثنين هيصعدوا. يا رب السيناريو دوت ما يحصل، بس ساعتها الماتش التاني ملوش اي 80 لازمه. خير ان شاء الله، هارد لك الاهلاويه وربنا يسهل في اللي جاي ان شاء الله.